السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير على خير. على بالي طولت عليكم بزاف لي فيديو. دائما نبداو بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاه واسكى التسليم. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الحلوى الرائعه البريستيج صابلي بريستيج بكريمه رائعه ومغايره. يعني كنت درتها معكم سبق ليا ودرتها معكم. يعني هذه الحلوى دارت ضجه وانا كنت نقول نجربها اليوم غدوه اليوم غدوه. جربتها يعني بمقادير مغايره على الناس اللي دارتها، يعني بلمستي الخاصه. بنت رائعه، اللي ما جربوش ننصح باش كريمة رائعة وليست كريمة القناش، لا كريمة رائعة ومغايرة، ويعني بمقادير تاع صابلي ثاني درت فيه لمستي الخاصة اللي تعطو بنة رائعة. اللي بغات الوصفة يعني تاع هاد الصابلي البريستيج تبعني خطوة بخطوة ونروحو بالمقادير على بركة الله. هنايا عندي بو تاع الزبدة نتاع 500 غرام، كنت قلعت 125 غرام خليته جانبا للكريمة، وهنايا درت 375 غرام. يعني البو تاع الزبدة تاع 500 غرام ندي نخلي الثلث نتاعو والاخر كامل نديرو الثلث نتاعو للكريمة. وضفت معاه كاس تاع سكر غلاس، ملعقة نتاع لافاني، هنايا قرصة نتاع الملح، ونضيف 4 نتاع البيض، 2 صفار وزوج كاملين. هنايا كنت قلعت 2 تاع البياض، يعني زوج درت 2 صفار وزوج حبات بيض كاملين. ونضيف ملعقة نتاع بودرة الحليب اللي تعطيني بزاف بالنشابة للصابلي نتاعي. هنايا نضيف 2 ملاعق نتاع الزيت، يعني يضيفوا هذيك الملعقه تاع بودره الحليب، هي اللمسه الخاصه يعني في هذا الصابلي، تعطيه طراوه وتعطيه بنه رائعه. وهنايا نخلط الخليط نتاعي كامل كما راكم تشوفوا. انا هنايا باش ما نطولش عليكم الفيديو كنت خلطت الخليط نتاعي، نبدا نضيف له هنا في الفرينه حتى تصبح عندي عجينه. هنا نبدا نضيف الفارينه، وهنايا عندي نصف ملعقه نتاع لا ليفور شيميك اللي هي خميره الحلويات. ما تضيفوش بزاف هنايا، ومن بعد تضيفوش بزاف الخميره باش ما يخسر لكمش يعني الحجم نتاع الكاطو نتاعكم، يبقى على حاله. هنايا بعد ما خلطت العجينه نتاعي صبحت عجينه طريه كيما راكم تشوفوا. نروح نحلها. هنايا بغيت نبسط لكم الفيديو نتاع الصابلي لانه الصابلي درتها معكم عده مرات باش ما يحكمش معايا الوقت. يعني كنت درت وفوت الفيديو باش يعني غير تبدو كافكار بسيطه وخلاص، لانه اغلبيتكم البنات تعرفوا ديروا الصابلي. هنايا قطعوه بهذا المول، يعني تاع الدائره اللي تكون صغيره ماشي كبيره وماشي متوسطه، اللي صغيره وين تبان لكم الحجم نتاعها صغير. وين شوفوا السمك نتاعو، هنايا قد قربت لكم باش تشوفوا السمك نتاع الصابلي. وهنا نروح نكمل كامل الصابلي نتاعي، يعني نطبعه بهذه الطريقه بهذا السمك، يعني يطلع بصح ماشي بزاف، حاجه قليله لانه ما كثرتلوش لا ليفور. هنايا بعد ما كملت الصابلي تاعي كامل طبعته بهذه الطريقه، راح نديرو يطيب على درجه حراره متوسطه. وهنايا رحت ذوبت درت الشوكولا تاعي بلون ذوب. نتوما بغيتو تقلاصوه بشوكولا بلون ولا بشوكولا نوار كيما طلع لكم. هنايا ها هو الصابلي نتاعي بعد ما كان طاب، شوفوا اللون الذهبي اللي داه بزاف شباب وما تغير يعني الحجم نتاع الصابلي نتاعي قاعد هو ما تغيرش ولا تقلص ولا، يعني هنايا نتيجه انه ما تعجنوش الصابلي بزاف، هو اللي يخلي لكم الصابلي نتاعكم يتكمش لكم. هذاك هو العجين نتاع الصابلي غلط، يعني لمدوه فقط. هنايا هذيك شوكولا تاعي ضفت لها ملعقه نتاع الزيت. هنايا عندي يعني كاوكاو اللي كنت حمرته يعني في التحماص، ما تخلوهش بيض يعني حمروه نوعا ما كيما راكم تشوفوا باش يجيكم يعطيكم بنه شابه في الشوكولا تاعكم. انه لا درتوه بيض ما يعطيكم حتى بنه، بصح كي تحمروه يعطيكم بنه شابه. وهذاك لا درتوه لوز ولا قرقاع ولا يعني اللي هو الجوز، هذاك يعطي بنه احسن واحسن. يعني من ما ديروا مكسرات واحد اخرين يعني تقدروا ثاني تخلطوا المكسرات. هنايا ضفت هذاك اللي كنت كيما قلت لكم حمرته شويه زياده عن اللزوم، وكيما كنت شفتوا ما رحيتوش رقيق، خلوه شويه خشين باش يبان لكم الديكور تاعو. هنايا خلطوا على حساب نتوما ما تبغوا، خلطوا شوفوا الديكور اللي بغيتو غير شويه نتاع الحبيبات نتاع الكاوكاو، بغيتو بزاف انايا هنايا جاني شويه ناقص حبيبات. ضفت شويه تاع الكاوكاو وبديت نخلط. خلطوا بهذه الطريقه يعني دمجوه مليح مليح وبداو تضيفوا. هنايا كي ضفت يعني عطاني ديكور شباب على الخطره الاولى. يعني هنايا الحلوى دائما يعني ما تخافوش منها، جربي خطره وزوج وثلاثه عمرك ما تخافي من الحلوى. اي حاجه ماشي غير الحلوى، اي حياه طياب اي حاجه اللي تخافي منها ما تستقلقش. يعني جربي خطره وزوج وثلاثه، الخطره الاولى تخسريها، الزوجه شويه، ثلاثه تجيبيها هذيك هي وتجيبيها في صواب. هنايا نكمل كامل الحلوى تاعي كيما راكم تشوفوا، درت لها كامل شوكولا ونمروا به نصنعوا الكريمه اللي تجي من الوسط اللي تجي بزاف رائعه وبنينه وتعطيه
يعني بنه خياليه لهذا الكاطو. هنايا هذيك 125 غرام تاع الزبده اللي كيما قلت لكم خليتها جانبا. هنايا عندي كاس تاع سكر غلاس وكاس تاع بودره الحليب. راكم تشوفوا البنات كاس سكر غلاس اللي ما درتوش كاع نتوما على حساب الحلاوه، كل واحد يبغي الحلاوه، كاين اللي يبغيها قاويه، كاين اللي ما يبغيش الحلاوه هذيك تجي قويه بزاف. انا هنايا شوفوا شحال درت سكر غلاس. هو الاول نبدا به، نبدا نضرب الباتور غير بشويه، ويعني تقدروا تستغناو عليه في هذه الوصفه. الباتور تقدروا ديروه بالميكسور وتقدروا تستغناو عليه كامل وتخلطوا غير بالملعقه فقط. انا هنايا كنت غاصبه يعني درت بالباتور، تقدروا نتوما غير بالملعقه وتخلطوا الخليط نتاعكم، يعني ماشي شرط تقيدوا بالباتور. هنا بداو تخلطوا هذيك 125 غرام تاع زبده، بداو تخلطوا فيها بالضراب الكهربائي ولا كيما قلت لكم بالملعقه. بداو ضيفوا انايا هنايا كيما قلت لكم داك الكاس داك نوريلكم شحال بقى لي منه تاع السكر غلاس، يعني ما درتوش كامل هذاك السكر الناعم. وبالصح هذاك الكاس تاع بودره الحليب درتو كاع، يعني دات لي كامل هذاك الكاس تاع بودره الحليب ديروه كامل في 125 غرام تاع الزبده عفوا. هنايا هاوينا درتو كامل، راني وريت لكم الكاس ودرك نوري لكم سكر غلاس. شوفوا هاوينا بقى لي ربع نتاع الكاس، ولا بغيتو حلاوه زايده ضيفوه كاع، انا بغيت حلاوه بزاف. هنايا انايا درت له لاغوم نتاع الفراز، شوفوا ما كثرتش، يعني بغيت انايا اللون وبنه، واغلبيه انايا زعما كنت باغيه اللون بزاف. البنه ما كنتش حايره فيها لانه بودره الحليب بنينه بزاف تعطيني بنه رائعه. هنايا رحت جبت لابوش تاعي ودرت فيها هذيك لادوي ممسنه، ونجيب هذيك لا كريم تاعي. كيما قلت لكم انا درتو بلمستي الخاصه، لانه بزاف قنوات داروه بالغاناش، انا بغيتش نديرو بالغاناش لانها شويه يعني كي تكون زياده عن اللزوم تقهم، بصح هاد لا كريم ما تقهمكمش، ماشي تشوفوا فيها الزبده، يعني هذيك بودره الحليب تكسر لكم هذيك باش ما تخليكمش يعني تنقهموا بالخف من هذيك الحلوى، وتعطيه طراوه رائعه. انا الكاطو تاعي بعد ما كان جمد مليح من الشوكولا هذيك، كما تعرفوا راه البرد راه صايب بدا يبرد الحال، يجمد بالخف هذيك الشوكولا. هنايا حكموا انايا هنايا حكم هذه لابوش يعني غبنتني، دوك نروح نغيرها لانه يعني كما قلت لكم الزبده راها شويه البروده، ما كانت حاكمه روحها هذيك الزبده. يعني كنت درت الحبه الاولى، كي جيت ندير الحبه الزوجه اوب طردقت لي لابوش وعاودت غيرتها، يعني دوك تشوفوني غيرت لابوش. دوك نوريكم بوش اخرى اللي درتها. وهنايا كيما قلت لكم البنات غيرت لابوش وجبت هاد لابوش تاع الكتان اللي هي رائعه، من الافضل كون من الخطره الاولى درت بها. وجبت هذيك يعني لادوي نتاع الحديد، ها وين درت بهذه الطريقه. كي تحكموا هنايا باش تلصقوهم لصقوا ودوروا باش يعطيكم هذيك الرشمه شابه. وين اعطاني ديكور شباب بزاف. ما وين هنايا قلت لكم هذه مليحه واعطوني نتوما رايكم. هنايا انايا ديكوريتها بالورقه الذهبيه، ثاني خبروني اسكو الورقه الذهبيه عطاتها لمسه، انا بانت لي بلي عطاتها لمسه بزاف شابه، احسن من اللي تكون كريمه يعني وحدها مع الحلوى. انايا بغيت ثاني كنعاود معاكم حبه في الاعاده افاده البنات، اكراريه للمبتدئات. هنايا كما قلت لكم اضغطوا شويه حتى يعني تتوزع هذيك الكريمه، ودوروا باش يعطيكم ذاك الديكور. كيما راكم تشوفوا عطاني ديكور رائع. نكمل انا الحلوى تاعي كاع بهذه الطريقه، ومن بعد نوريها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. وهنايا بعد ما كنت كملت كامل الحلوى نتاعي درت لها الديكور، درت لها هذيك الورقه الذهبيه عطاتها لمسه بزاف شابه. وانا هنايا بغيت نستشيركم على لي كيسات، انا ضفتهم هنايا في هاد لي كيسات، يعني ما شريتهم بانوا لي بلي جوها شابين ومانيش عارفه. انا نتمنى ان شاء الله تخلوا لي في لي كومونتير البنات تقولوا لي اسكو هاد لي كيسات هادو الصغار جوها شابين ما جوهاش شابين، نقلعهم ماشي مشكل. انا قلت نديرهم فيها ونخلي البنات يرايو لي في لي كومونتير اسكو جوهم شابين ولا لا. هنايا نحكم صابلي نتاعي نقسمه معاكم، قسمت الحبه على 2، يعني جاو بنه رائعه. يعني ديك الكريمه اللي زادتو بنه على بنه، شوفوا الطبقه تاع الكريمه. هنا البنات ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش من لايك، ما تنساونيش من بارطاج باش تعم الفائده. تهلاو في رواحكم، تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى باذن الله. تهلاو في رواحكم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام.